بسم الله الرحمن الرحيم. أصحابي الصغير، القعقاع وما أدراك ما القعقاع. اختلفت الرؤية من كل الطوائف. ناس يقولوا إنه أدهب نفسه ومات ومقعده النار، وناس يقولوا إنه في سبيل الله من أجل أن يتعيش، يكتب الرقمات أو الأقسام حق الذي يدون بيس، وهو ينزل في الحرضة في دمت يكتب أسامهم ويصورونه. فهذا اللي يطلعوا المقاطع الفيديو هم الذين متحملين ذمته أولا. ثانيا، إذا كان مصدره رزقه هو هذا الذي هو كان فيه وما حصل شغل بسبب الدولة والمطوعات الذي جالسين يدي الخطبة والمحاضرة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار، فهم يفتوا على الضلالة اللي هم به. يجي لك الآية القرآنية يقول لك قال عز وجل عن أبي حنيفة وعن أبي كعكعة وعن أبي هريرة وعن أبي فرة زهق الحق وزهق الباطل. المعنى إن الحق يثبت والباطل يتبين. ويجي يجيب آخر المحاضرة يكذب الآية هذه نفسه، ما يقول الحق والباطل يتصارعان حتى قيام الساعة، فهم عندهم إقامة الساعة في عصرنا وإن صدق رسول الله. والكلام هذا اللي يتكلمونه إن الصراع قائم، كذبوا الآية القرآنية الذي الله تعالى نزله وقال إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. المعنى إن الباطل منتهي وكل أدبه عندما يذنب. يعني أنا أستولي بالحكم ومدش معيشي للناس في البلاد ولا لراحة العباد، لا نقدر لا نحلل ولا نحرم ما حرم الله. فإذا كان هذا رؤية على ما يقولوا القعقاع في النار وناس يقولوا القعقاع في الجنة، فلو هم يعلموا وهم يتبعوا رسول الله وقالوا حرام وإنه أديب نفسه، يظهروا لي رسول الله الآن ولا صدقوه. والذي يقول إنه بالجنة وإنه احتمال الله تعالى فعل عبره من أجل تصلح الدولة إذا كان سيئه وفعلا هي سيئه. والعلمنا الذي لا يعرفوا لا يقولوا من الحلال من الحرام عبرة لهم، فأصبح الدنيا هي البلاد هي اختبار. فالمثال يقايس على الفعل، إن يكون الإنسان إله مستعجل يريد الرزق، لأنه رزق الإنسان اصبر والله تعالى هو يحققه لك. وهذا استعجل على رزقه ليش؟ بأنه يبز من الناس ويفعل لهم هذه الحاجات على نيته، إلى نيته إنه يكون له يترزق، مثل الذي يركب الطائرة والطائرة الدربة
من السماء إلى الأرض. فالعبرة بهذا الشخص نفس العبرة الذي حق اللي ركب الطائرة وهو آمن مستأمن يشتي يروح إلى عمله، إلى الشيء الذي هو يريد. مثلا بالطائرة يدي بيه صغيرات وهي بعيد، قربت له البعيد. وإذا كان هذا نفس الطريقة ما بش من يوعوه، فهم مذنبين أزيد من